حبايبي الحلوين، علشان خاطر احنا كبار بنصلي وصغيرين انتوا تشوفونا تسألونا نقول لكم تتعلموا الصلاة، نركع ونسجد ونمد ايدينا للسماء ونقول يا رب. والدعاء والسماء والصلاة فكروني بحدوته. اقول لكم ايه، كان في راجل عجوز فلاح كل سنة يشق الارض يحرتها ويلم الحب في جلابيته ويرش الارض حب، ويروح البير يملى الجردة للخشب ويسقي الارض مية. الحب يطلع زرع والزرع يطلع قمح وذرة وفول وشعير. الفلاح العجوز يطحن وياكل ويبيع ويشتري ويعيش. سنة من ذات السنين شق الفلاح الارض ورش الفلاح الحب وراح البير، بس لما جه يملى جردة للخشب ما طلعش في الجردة المية، البير خلاص ما فيهوش مية. والفلاح زعلان، هيسقي الارض ايه؟ ما فيش مية، الحب مش هيشرب ومش هيطلع زرع وما هيبقاش فيه قمح ولا ذرة وما هيبقاش فيه فول ولا شعير. الفلاح العجوز زعلان، هيطحن ايه وياكل ايه ويبيع ايه ويشتري ايه؟ ده ما فيش مية. والفلاح جعان عايز اكل ياكل، والفلاح بردان عايز غطا يتغطى وعايز حبة فلوس يبيع ويشتري ويصرف على اولاده. الفلاح فكر وقال لو استنيت هموت، افكر في واحد كده يكون غني وقلبه فيه حبة رحمة يمكن يساعدني. والفلاح راح للتاجر. الفلاح خبط على الباب محدش فتح، اصل التاجر راح عند كبير التجار يعمل ايه؟ يطلب منه مساعدة صغيرة ويرجع على طول. اقعد استناه. بس الفلاح يفكر، الله، اذا كان التاجر راح يطلب المساعدة من كبير التجار يبقى انا اطلب المساعدة من التاجر احسن ما اطلب من التاجر، اطلب على طول من كبير التجار. كبير التجار عنده فلوس اكتر واغنى من التاجر، اروح له يمكن يساعدني. والفلاح راح لكبير التجار، خبط على الباب محدش فتح. الله، امال راح فين؟ قالوا له ده راح للوزير. يعمل ايه؟ يطلب مساعدة كده ويرجع على طول، خليك شوية استناه. بس الفلاح يفكر، طب ما دام الوزير اكبر من كبير التجار، طب ما اروح اطلب من الوزير على طول، مين عارف يمكن يساعدني. والفلاح راح للوزير، خبط محدش فتح. فين الوزير؟ ده الوزير عند السلطان. بيعمل ايه؟ راح يطلب منه مساعدة كده ويرجع على طول، استنى زمانه جاي. بس الفلاح يفكر ويقول اذا كان الوزير راح يطلب المساعدة من السلطان، طيب ما اروح اطلب من السلطان على طول. والفلاح راح للسلطان، خبط على الباب فتحوله. فين السلطان؟ كان السلطان قاعد على السجادة بيصلي، بيركع ويسجد. وبعد السلطان ما خلص صلاة قاعد على السجادة وشال ايديه لفوق وقال يا رب ساعدني. شاف الفلاح كده قال سبحان الله، التاجر بيطلب المساعدة من كبير التجار، وكبير التجار بيطلب من الوزير، والوزير بيطلب من السلطان، والسلطان بيطلب من ربنا. ربنا أغنى من كل الناس وربنا أرحم من كل الناس. خلص السلطان صلاة وبيسأل الفلاح، هي يا عمي اطلب اللي تطلبه مني، جاي عايز ايه؟ ضحك الفلاح وقال ما اطلبش منك انت، اطلب من اللي اغنى واللي اعظم واللي ارحم، اطلب من ربنا. والفلاح العجوز شال ايديه للسما وطلب وقال يا رب ساعدني. شقيت الارض ورشيت الحب ورحت البير، لقيت البير ناشف ما فيهوش مية، عملت كل اللي عليا، الباقي عليك يا رب، يا رب ساعدني. قال الفلاح كده وراح ماشي على غيطه. والناس اللي كانوا عايشين زمان قالوا البرق برق والسحاب اتلم والنطرة نزلت زي النهر تسقي الارض، وحب الغيط
طلع زرع، والزرع طلع قمح وذرة وفول وشعير. يطحن الفلاح وياكل ويبيع ويشتري ويعيش هو وأولاده. وعاش الفلاح على قد ما عاش، يتعب ويعمل اللي عليه، ولما يجي يطلب مساعدة لا يروح لوزير ولا لسلطان، لكن يشيل ايديه للسماء ويقول: أنت تعلم كيف حالي، فهل يا سيدي فرج قريب؟ فيا ديان يوم الدين فرج هموما في الفؤاد لها دبيب. وصل حبلي بحبل رضاك وانظر إلي وتب علي عسى أتوب. وراع حمايتي وتول نصري وشد عراي إن عرت الخطوب. وألهمني لذكرك طول عمري فإن بذكرك الدنيا تطيب. وقل عبد الرحيم ومن يليه لهم في ريف رأفتنا نصيب. فظني فيك يا سندي جميل ومرعى ذود آمالي خصيب. وصل على النبي وآله ما ترنم في الأراك العندليب.